شوف يا سيدي، هو اولا مكن السي ان سي المتعارف في السوق هو بيشتغل على 3 محاور اساسيه، الاكس والواي والزد زي ما احنا كنا دايما بنقول. ومعظم المكن دوت بيشتغل بطبليه اللي هي بتبقى مسطحه او بيبقى عليها فاكيوم او بيبقى عليها حاجه اسمها العصافير عشان تركب عليها. المكنه دي سبيشال كيس شويه. سبيشال كيس بمعنى ان المكنه دي معموله اصلا عشان خاطر تعمل الابواب، عشان خاطر تعمل كالون الباب، تعمل حاجه اسمها الدفاش، تعمل حاجه اسمها الشغل بتاع ان الباب يطلع كله كامل على التركيب على طول. فالناس هنا صراحه، هو المكنه دي صيني، مكنه كويسه جدا صراحه وسهله قوي في التعامل معاها. والصينيين عملوا فيها شغل كويس بحيث ان انت تقدر تختار اعماق الكالون زي ما انت عايز، تقدر تختار اعماق الدفاش زي ما انت عايز. الدفاش ده اللي هو الحته اللي هو بيعمل عمليه سيلف كلوزنج، اللي هو بيبقى فوق في الباب ده. فهنا عملوا الموضوع ده بطريقه كويسه قوي، ان هو عمل لك في 3 مواتير هنا او 3 اجهزه. انت عندك هنا الموتور ده اللي هو بيتكلم عن الموتور ده بتاع مفحار الكالون، زي ما احنا كنا شفنا في الفيديو. الموتور ده خاص بمفحار الكالون. الموتور ده او الوحده دي هو ده المفروض ان هو بيبقى اجريجيت، بس اجريجيت ثابت. وحده الاجريجيت الثابته دي بنسميها اجريجيت صليبه، فيها 4 بنط، كل بنطه من البنط دي بتعمل لي وش او بتشتغل في واجهه من واجهات المكنه. بالاضافه لكده الهيد اللي هو بتاع السبندل الرئيسي، اللي هو الهيد ده. الهيد ده فيه ميزه ان انا كمان اقدر اعمل عمليه تول تشينج. التول تشينج بتاعي ان انا اقدر اشتغل ب3 اماكن، اركب هنا بومطه واركب هنا بومطه، وهنا عامل حسابه على الاجريجيت. وحده الاجريجيت احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. دي الاجريجيت او اللي هو الوحده السبيشال اللي بتعمل شغل المكنه، مش محتاج تعمل له تجهيزه كامله ليه. بمعنى انا عندي هنا ده بينزل هنا يعمل لي الشكل ده. طيب انا عايز اعمل الجزئيه اللي هي بتاعت الدفاش، اللي هو الجزئيه دي. فوحده الاجريجيت عباره عن وحده ميكانيكيه. الجزء ده عمودي، بيديني حركه هنا على المحور ده بحيث انها تنزل وتعمل لي الشغل اللي احنا شفناه في الفيديو، وترجع تاني مكانها، تبدل زي ما احنا شفنا وترجع لمكانها هنا. المكنه دي من ضمن مميزاتها الكويسه جدا جدا انه عامل الوحده بتاعه التثبيت بتاعه الشفط بتاعها على محورين، بحيث ان انا اقدر احرك طول على عرض الباب، واقدر احرك ديت على طول الباب. الكبسات دي، الكبسات دي بتشتغل او بتعمل عمليه الشفط بتاعها عن طريق وحده الفاكيوم اللي هي دي. دي وحده الفاكيوم بتاعتي، دي المسؤوله عن عمليه الشفط وتثبيت الباب لتحت. في بقى يعني ده اللي احنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان المكن الشاسيه بتاعه انواع. فالنوع من المكن ده احنا نقدر نقول عليه ايه؟ ده في اللي هو الجسر او الجانتري، لانه والجانتري ده بيتحرك على موتورين، في موتور هنا وموتور هنا، وبيتحرك في الاتجاه ده اسمه الاتجاه واي. الاتجاه هنا ده اسمه الاتجاه اكس. طبعا الاتجاه ده كله اللي هو كنا قلنا قبل كده عليه اللي هو الاتجاه زد. فصراحه المكنه هي سبيشال شويه، متخصصه قوي في موضوع الابواب، متخصصه قوي انها تطلع لي ابواب بدقه عاليه جدا، بكفاءه عاليه جدا، بطريقه سهله، بحيث انها بترمي معايا انتاج. بس فمش كل مكن السي ان سي زي ما احنا عارفينه. يعني هو في ابتكارات كتيره قوي في مكن السي ان سي، ان هو بيفكر يستخدم التكنولوجيا دي عشان يحل مشاكل هو بيقابلها، بتزود معاه معدل الانتاجيه، وفي نفس الوقت بتطلع الحاجه تيبيكال وبدقه عاليه جدا.